مرحبا بكم في قناة واشفى راسك للأخبار. ليصلك كل جديد لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة. شهدت مدينة تطوان خلال حملة مراقبة ميدانية حجز وإتلاف كميات كبيرة من مادة الفريت، البطاطس المقلية المجمدة غير الصالحة للاستهلاك، وذلك داخل مطعم معروف يقع بحي بوجراح، في إطار الجهود الرامية إلى حماية صحة المستهلكين وضمان احترام شروط السلامة الغذائية. ووفقاً لمعطيات متداولة، فقد أسفرت عملية التفتيش التي نفذتها الجهات المختصة عن ضبط كميات من المواد الغذائية التي تبين أنها غير مطابقة لشروط الحفظ والجودة، ليتم حجزها وإتلافها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مع تحرير محاضر في حق المعنيين. وتأتي هذه العملية ضمن حملات المراقبة الدورية التي تستهدف مختلف المحلات والمطاعم من أجل التصدي لكل الممارسات التي قد تشكل خطراً على صحة المواطنين، خاصة خلال فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعاً في درجات الحرارة ويزيد من احتمالات فساد المواد الغذائية. وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية تشديد المراقبة الصحية على المطاعم ومحلات الأكل، مع دعوات إلى الالتزام بمعايير النظافة والتخزين السليم، حفاظاً على سلامة المستهلك وتعزيزاً للثقة في قطاع الخدمات الغذائية. ليصلك كل جديد لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.